السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير وفي أتم صحة وفي أحسن حال يا رب. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وعايزة أقول لكم النهارده تاني يوم العيد، ورايحة بقى ايه، خلاص هفكها بقى كده على ولادي وهفك الحصر وهخرجهم. رايحين فين؟ أنا مش عارفة، لأن أنا لسه هعدي على بنت أختي وولادها وبنتي كمان معاهم، فايه هعدي عليهم بالعربية وبعد كده بقى هنشوف رايحين فين. بس هنشوف كده رايحين فين وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. انا دلوقتي وصلت خلاص شارع السودان المهندسين. مستنيه بقى بنتي تنزل وكمان بنت اختي على فكره من سني، هتشوفوها ان شاء الله معايا النهارده في الفيديو. بس بقى خلاص وصلت وهاخدهم بقى واشوف هنروح فين وهرجع لكم تاني واقول لكم انا رايحه فين. بصوا بقى وصلت لهم خلاص اهو، ودي المفروض اللي بنت اختي، بنت انا اصغر منها يا جماعه عشان تبقوا عارفين. بس بقى لا ما تقوليش لا، انا اصغر يا جماعه ماشي. اهو جيت واتاخروا عليا ووقفوني في الشمس وخلاص انا ساحت. هتروحوا فين؟ سفاري بارك. يعني انتوا قررتوا؟ سفاري بارك فين بقى بالظبط؟ عشان ايه؟ احمد عرابي مهندسين. طيب في حاجه تانية؟ لا ممكن يعني دوت يعني اقصى حاجه. اخطفك ان انت لوحدنا. ماشي خلاص، احنا هنوديهم الملاهي والكيدي اريا ماشي، عشان ايه ما حدش يقول لي انت قلتي ملاهي وايه. وهرجع لكم بقى تاني واوريكم بقى احنا الدنيا هناك فيها ايه. يلا ارجع لكم تاني. هنا بقى جينا خلاص ووصلنا وركنت كده العربيه زي ما انتم شايفين، وهوب بقى جينا الجنينه. يلا يا بنات. بصوا عايزه اقول لكم في فرح هنا، في يعني مولد وصاحبه غايب. بصوا بقى يا جماعه، هنا مكان حجز التيكيتات. عايزه اقول لكم المكان زحمه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا ندمت، يعني اشد الندم ان انا سمعت كلامهم وايه ونزلت اصلا في العيد. بس طبعا عايزه اقول لكم يعني انا ما بحبش انزل في العيد من الزحمه دي، بس ولادي طبعا ما لهمش ذنب تماما ان هم ما يخرجوش في العيد. بصوا بقى التيكت ب40 جنيه، هو مش رقم، بالعكس هو الفرد الواحد 40 جنيه تقريبا من 4 سنين او 5 سنين. تمام. فكلنا دفعنا طبعا تيكتات لان ايه الولاد اكبر من كده. وكمان عايزه اقول لكم البارك برضو اخد 40 جنيه. واي لعبه بقى داخل المكان ليها سعر، يعني في 25، في 30، في 35، ده اقصاها تقريبا، يعني ما دفعناش اكتر من كده. هنا بصوا كانوا عاملين حفلة كده والولاد كانوا مبسوطين بصراحة، يعني بجد الولاد انبسطوا جدا 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 واستمتعوا، بس انا ما استمتعتش لان الدنيا زحمة وانا كنت خايفة عليهم. عايزة اقول لكم يا جماعة المكان ده حلو جدا على فكرة، عشان تبقوا عارفين مكان حلو قوي كبير وواسع وكله لعب، واللعب اللي فيه حلوة مش وحشة. بس للأسف التوقيت هو اللي غلط. بصوا الدنيا زحمة جدا جدا ازاي، ودوت طبعا بيبقى برضو يعني خطر على الولاد، لا قدر الله حد ياخد حد مش عارف ايه الكلام ده. المكان جوه على فكرة في مطاعم وكل حاجة، بس انا طبعا ولادي ما حبيناش ان احنا ناكل في المطاعم اللي جوه، اصلا كده كده يعني الدنيا معجنة، يعني ما كناش هنعرف ان احنا ناكل ولا اي حاجة في المكان. لكن هو من ناحية ان مكان، لا مكان كويس مش وحش، نظيف وكل حاجة، بس هو مشكلته ان التوقيت بتاع العيد ده الناس كلها خارجة زي ما انتم ما شايفين، والدنيا زحمة تماما. بس كده. المهم بقى لو انتي واصلة معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان بفكرك بدعمك ليا بلايك وكومنت حلو كده زيك. بصوا بقى هنا يا جماعة بيت الرعب ده بيدخلوه ماشيين، فاهمني؟ فالعيال طالعين مرعوبين، وبنتي بقى بجبروتها صورت اللي جوه، بس انا بصراحة يعني مش ما جاش في بالي ان انا اخد منها التصوير. المهم مايا بنتي انتوا شايفينها اهي، وحمودي ابن سهاد
عايزه اقول لكم عايزين يدخلوا برضو بيت الرعب، بس احنا مرضناش ندخلهم بيت الرعب اللي الولاء الكبار راحوه لان كانوا ماشيين على رجليهم. لكن بيت الرعب ده يا جماعه بيبقوا راكبين حاجه تقريبا بقى قطر عربيه، انا مش عارفه، هو اصلا من شكله من بره ان هو مرعب. هما داخلين وخايفين، بس ايه، لا لازم البفتيك عشان ما حدش يقول حاجه، عشان ما حدش يقول ان احنا ما دخلناش بيت الرعب، فاهمني؟ بصوا بقى الايه، البنات برضو هنا ركبوا اللي هي دي بيقولوا عليها الشواية. تمام. عايزه اقول لكم بقى ما رضيوش ان هم يركبوا ميه، قالوا لا ما ينفعش سنها وكده، وكمان يعني هي جسمها ضعيف ان هو يتقفل عليها اللي هو القفل اللي هم بيقفلوه دوت، يعني مش عارفه اسمه ايه بصراحه. المهم كانت اصلا يعني شايفاهم عمالين يصوتوا ويصرخوا وخايفين ومرعوبين جدا، وفعلا هي مرعبه ومتعبه يعني، وهي كانت قاعده بتعيط بره. المهم قلت لها لا والله لا لعبك ايه لعبه تانية زياده. عايزه اقول لكم يا جماعه ما عرفوش يدخلوا كل اللعب لان كانت زحمه جدا جدا جدا، وايه والوقت برضو كان متاخر. بس كده. فبقى ركبت هنا هي وحمود اللعبه دي، بصراحه انا مش عارفه اسمها ايه، بس يعني عادي. بس عايزه اقول لكم في لعب قويه قوي يعني بصراحه، منهم لعبه انا مصوراها وبصوا وسايبه لكم بقى الصوت الطبيعي بتاعها، لان فعلا هي مرعبه، ويعني متعبه كمان، انا شايفه ان هي متعبه. بس بقى ايه، ولادي اصروا ان هم يركبوا، ومايا كمان اصرت ان هي ايه تركب. مايا كانت نازله اصلا يعني خلاص جايبه اخرها، والباقي عايزين يركبوا تاني نفس اللعبه، فمش عارفه بصراحه ايه الجبروت اللي هم فيه ده. بقول لهم ما تركبوا حاجه زي كده، يعني حاجه بسيطه وخفيفه. هي دي كانت بتجري شويه وانا ما كملتش التصوير فيها، بس طبعا اخف بكتير من ايه من اللعب اللي هم لعبوها التانية. بس بقى شايفين اللعبة دي بتطلع وتنزل وتروح وتيجي والكلام ده، والله فكروني بزمان ولادي. انا بقى هسيب لكم المقطع الجاي ده تسمعوه كده على الطبيعة. طب قولولي بقى كان عليهم بايه بقى الكلام ده؟ يعني والله العظيم حاجة مملة جدا. يعني ايه طالعين لعبة عمالين يصرخوا عشان خايفين، ولا ونازلين شايفين مايا بنتي حاطة ايديها على دماغها، وريتال بتقولي انا هركبها تاني. يعني تركبي ايه تاني يا بنتي؟ ده انت بصوا يا جماعه فضحتونا كده خلاص انا خلصت وخرجنا بره ال الكيدز اريا كلها. يعني مش كيدز اريا، ده مدعكه اصلا. يعني عايزه اقول لكم ان هي جوه مدعكه فعلا. ندمت على اليوم اللي انا جيت فيه، صعب جدا بصراحه، المكان زحمه قوي قوي قوي. والحمد لله بقى ان هي جت على كده، وهنروح نشوف الولاد هياكلوا ايه وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا جماعة، هنا خلاص كنا وصلنا المجمع بتاع المطاعم اللي في الدقي، طبعا اكيد كلكم عارفينه يعني. فهتاكلوا ايه؟ قالوا هناكل من بازوكا. بس عايزه اقول لكم بقى ان ايه، ان بناتي قبل ما يطلعوا قالوا لي هناكل سوشي، فقلت لهم طب نطلع وناخد احنا وجبات وبعد كده انزل اجيب لكم اللي انتوا عايزينه. قالوا لي طيب خلاص ماشي، او ايه او هطلع وايه ونطلب فوق يعني، وانتوا عارفين طبعا ميسو معروف جدا. المهم لما طلعنا هم طلبوا من بازوكا برضو، يعني بصوا مفيش فايدة، هم قالوا هناكل سوشي، وبعد ما خلصنا والله برضو جابوا اللي هم عايزينه برضو. بصوا يا جماعة دي الاوردرات اللي احنا طلبناها، دي الوجبة اللي هي كايزر وقطعة فراخ وبطاطس وبيبسي وكمان كولو سلو. وبرضو مفيش فايدة، واصروا ان هم ياخدوا سوشي من ميسو.
ما علينا، جبت لهم قطعتين بس للبنتين وشكرا. قلت لهم انتوا لسه واكلين فخلاص بقى كده، احمدوا ربنا يعني وبارك الله فيما رزق. بس المهم ان هم والله انبسطوا جدا، هم اقل حاجة بتبسطهم وبتفرحهم بس كده، وانا اهم حاجة ان انا افرحهم. هنا يا جماعة بقى خلاص مروحين الحمد لله على خير، والوقت كان اتأخر دلوقتي عدت 12 اصلا. بس يا جماعة هو ده كان فيديو النهاردة، بتمنى كده يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا في الخروجة بتاعتي انا وولادي، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامة.